البطل منه؟ البطل هو الشخص الذي يكون معه الحق ويقاوم، مو فقط مظلوم. أهل البيت في كربلاء كانوا مظلومين، والحسين سيد المظلومين كما كان سيد الشهداء، كما هو سيد شباب أهل الجنة. لكن مظلوم قاوم، مظلوم وقف، مظلوم دافع إلى آخر قطرة من دمه الزكي وإلى آخر رجل من رجاله الأوفياء. كذلك شعب البحرين مظلوم لكن مقاوم. والهواء والماء، لا يجوز لك أن تبيع حريتك، تقول أنا أريد أتنازل عن حريتي، أريد أصير عبد. لكن الذي يقاوم هو البطل. شعب البحرين شعب من الأسود، الكوامل الخيرة في هذا الشعب استخرجت الآن. تجد التضحية، تجد التعاون، تجد المقاومة للغزاة. ما يجوز لك، قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الآن هذا الذي يطلق الشوزن على المتظاهرين ده يخيرهم بين أمرين: إما أن تقبلوا بي وبجزمتي وحذائي على رأسك، وإما أضربك بالشوزن، بين السلة والذل. لكن الإمام يقول وهيهات من الذل. ليش؟ يعني الإمام الحسين باعتباره ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت الذلة محرمة عليه؟ لا، باعتباره إنسان، باعتباره مؤمن، باعتباره صادق، باعتباره حر. نعم، هو كان سيد الأحرار، كما كان سيد الشهداء، كما كان سيد شباب أهل الجنة، كما كان سيد الثبات، سيد الصمود. فيقول يأبى الله ذلك لنا. الله ما يقبل واحد يصير ذلك. الشعب يقاوم ولا يساوم، شعب البحرين يقاوم ولا يساوم، وجميع الشعوب الحرة معه، وقلوب المؤمنين تدعو من أجل انتصاره.